الدنيا وانا كده اهو. سيكو صغير القلب من وحشاني والله العظيم، وحشاني. هموت ابيت واجرب اختراعات بلبن بتاعت رمضان، نجربوها مع بعض. انا ماشيه في الشارع حرفيا الدنيا بتضرب كده على بلبن، بتضرب. قلت لا لازم اشوف بقى، بس لقيت ان كله عمال يقول إيه بروه. عجبني بصراحه الباكج، ليه شبه القلل. المهم يعني ان ده اختراع جديد عاملينه بجد، عجبني عشان الباكج خطير جدا. دي صوبيا، وعاملين صوبيا بالبيستاشيو. طبعا مادام اي حاجه فيها بيستاشيو فانا موجوده. شكله حلو قوي. هي تقيله كده ليه؟ متهيألي هي محتاجه تترج. ليه؟ عشان حاطين صوص بيستاشيو فمحتاجه تترج. الدنيا وانا كده اهو، مع ان المج خطير جدا. كيوت جدا. الله، حلوه قوي قوي بس مسكره. جامده جدا، جامده بجد. وريتشي كده، وطعم البيستاشيو قوي قوي فيها، مش متوقعه بصراحه. كنت حاسه ان طعم جوز الهند بيبقى معروف ان هو اقوى من الفستق. نجرب بقى. هي ليه تقيله؟ ليه تقيله كده؟ حاطين فيها كريم شانتيز ولا ايه؟ بصوا الدسامه بتاعت اللبن كريمي كده، عشان انا كنت برضه عايزه اعرف هي تقيله ليه ومسدوده. اعتقد دي دسامه اللبن. حلوه قوي، بس معروف ان الصوبيا عموما بيبقى سكرها عالي. انا بحبها عن نفسي، في ناس مش بتحب الصوبيا بس عشان سكرها، بس انا بالنسبه لي بحبها جدا. بس اللي بالبيستاشيو خطيره يا جماعه. انا بفرح بالباكج قوي، مش عارفه ليه. بتعمل فيها رز معمر دي. بصوا متحمسه اجربها عشان انا بحب اللوز، بس هي مايله شكلها. انا كرهت بجد اطلب من طلبات، لازم يجيبوا لي الاوردرات مايله شبه حزني. شكلها خطير جدا. بصي كراميل، وريحه اللوز، ريحه تحميص اللوز، حتى اللوز مغمق كده متحمص. وكراميل. ندوق احي. بصوا انا عايزه اوريكم اللايرز. ده رز بلبن، والكيك كده مش شبه الترليتشي، فليها قوام كده مش دايبه. كنت انا بتضايق قوي يعني، حتى ما كنت بطلب من عندهم القشطوطه كنت بطلبها ساده. ما بحبش الرز بلبن، بحسها بتبشن كده كلها في بعض. فدي عامله المعادله اللي انا بحبها، ان انا حاسه بالكيك والرز بلبن. خطيره حلوه قوي مع اني ما كنتش متقبله خالص ان اختراع يكون فيه رز بلبن في رمضان. نخش على الزغلول الكبير بقى، دي اسمها الالمازيه. الباكج بتاعها على شكل الموزه كده. الله على ريحه المانجا، في ريحه هفه مانجا دخلت كده في مناخيري. بصوا ندوق بقى، بسم الله. هي راحت فين؟ هي حرفيا اتبلعت. شوفوا الطبقات من جوه، كيك وفي النص كريمه واللبن. انا مستغرباه بجد ان المانجا مسكره، بس دي مش قطعه. انتوا هتحسوا ان المانجا زي ما قلت لكم عشان احنا مش في موسم مانجا، فبتبقى فروزن، فهي متقطعه كده. عارفين المانجا لما بتكون متفرزنه وبتقطعوها كده بتبقى الشكل ده، بس طعمها مسكر جدا وحلوه قوي. طب انا بالنسبه لي اكتر حاجه حبيت الصوبيا بيستاشيو قوي، والاتنين عجبوني بصراحه، سواء اللي هي الالمازيه دي او اللوز. بس انا هقول لك بقى الفرق في ايه. انتوا عايزين حاجه سيمبل قوي، حاجه بسيطه، ما بتحبوش اللعب في الحاجه، فهي الالمازيه. بتحبوا كذا ملمس في البق، الكرانشي بتاع اللوز والكراميل والرز بلبن خطيره قوي. دي فيها شغل كده، فعلى حسب انتوا ذوقكم ايه. انا بالنسبه لي الاتنين.